دلوقتي تروح الكليه تنقلب حالك، يقول لك يا عم الحاج انا مش هنروح بيت فيه بهايم. ليه يا ابوي؟ ليه يعني؟ ايه المشكله انك انت تخدم البهايم؟ لا مش هخدم بهايم انا. من ابو اخ. ايوه ما فاداش من الفيسبوك ولا التيك توك. بطل ايوه طبعا البنات بتاعت الجيل ده زمان كان الواحده تتجوز زي كده وتنزل هي تخدم في الزرع وتسقي الغنم والبهايم والفروج وتروح تحش البرسيم والكلام ده وتخدم بيت جوزها وبيت امه. ودلوقتي البنات فعلا الحاجات دي مش هتشوفها تاني، والله العظيم الحاجات دي مش هتشوفها تاني. وايوه فعلا هي مش فايقه من الفيسبوك ولا التيك توك، وفي حاجات تانية دلوقتي اعلى من التيك توك، ليفل اعلى يعني. دلوقتي في غرف بتتفتح على التيك توك وجوازات عرفي ولايفات بتتفتح على التيك توك، فكل دي مغريات لجني المال، فاكيد مراتك يعني مش هتسيبها الا لو كنت انت متجوز واحده كويسه وعارفه ربنا. التيك توك والفيسبوك دول بطلوا، دلوقتي في برامج تانية زي تانجو وغيرها والحاجات دي بتجني فلوس من الاستعراض، تطلع تستعرض وكل ما تستعرض اكتر كل ما تجني اكتر فلوس. يعني الفيسبوك اللي انت بتتكلموا فيه ده لو حد سمع بتقول الفيسبوك هيضحك عليك اصلا. بطل. ما تخدموش البهايم يا حاجه، ما البهايم دي اللي هتوكلنا وتشربنا يا حاجه. لا ما فيش بهايم. انا لا، اللي بيشترطوا دلوقتي تلاقيها ساكنه في دير الجنات في الدير هنا، ولا اسمها ايه البلد اللي تجيب لكم؟ لا اللي تجيب لكم على طول اسمها ايه؟ المشايع. عشان انا متوصي عليها المشايع دي على النت تاني. انت تدفع المشايع واحد الله يعمل حاجه. كل الناس كل ما تجيبش اسامي يا عم الشيخ عشان ما حدش يجي يضربك. والله العظيم يا شيخنا لو حد مسكك ضربك انا حتى حجز مش هحجز ماليش دعوه، هسيبهم يدعكوك. تردف على المشاية ساكنه في المشاية وتقول لك انا ما نخدمش البهايم. ليه يا حاج ما نخدموش البهايم ليه؟ امال انت انا متجوزك ليه؟ انت ايه لازمتك في البيت من ابو اخر كده؟ ما هي ده البيوت بقى، البيوت قايمه على كده ان الزوج يشتغل ويجيب فلوس وانت تقومي بالبيت تكنسي وتطبخي وتغسلي وتعمل البهايم وتروق الدنيا وتفرش عليه في الليل. الوحده. طيب يا شيخ هيك انت قلت ببقك، انت شغلك ايه؟ الشغل بتاع الراجل مكانه الشارع وانت مكانك البيت. لو الست طلعت الشارع تشتغل عشان تعمل فلوس تتعب، والراجل لو قاعد في البيت ونسي الشارع اللي هيعمل منه الفلوس، لو قاعد في البيت يتعب. الراجل مكانه الشارع والست مكانها البيت، هي قاعده في البيت مالك انت تخليها تنزل ترعى الغنم وتعزق بالبرسيم وتاكل الفروج والكلام. هي شغلها تكنس تمسح تغسل تطبخ بس كده. كل الكلام اللي انت قلته ده يا شيخنا كلام ملهوش اي علاقة بالجواز. يبقى انت كده بتدي معلومات غلط، مخك على كدك انت. جوز اي وحده من المراغه من جهينه، لو ربنا غضبان عليا قوي يعني نتجوزها من صعيد ولا من الصعيد. ليه طب يا عم الشيخ ربنا غضبان عليك؟ ايوه ليه يا ابويا؟ خش يا باشا في الواقع. اول حاجه يا باشا انت عاوز شقه ب1,000,000 جنيه صح؟ لا في شقق رخيصة في الصعيد. في الصعيد في شقق رخيصة يا شيخ، ممكن من اول 300,000 وطالع، وعلى حسب مثلا قرية منطقة مهمشة مدمرة فيها مخدرات فيها سلاح فيها فيها الحاجات الوحشة دي كلها، يعني ممكن ايوه تجيب لها 350 الف جنيه ومعاك لحد وانت طالع لحد 3 مليون فيه زي ما انت عايز. صح يا ابوي 1,000,000 جنيه ها. تاني حاجة تخش اول حاجة يقول لك علبة 150,000. العريس فين يا عريس؟ خد يا عريس. كام العلبة في المراغة؟ العلبة كام يا ابو؟ امال في عشاء؟ حلو عشاء اختلفت المسميات والمبنى واحد يا ابوي. ما هو العشاء هو ده كام يا ابوي؟ جوز الذهب يعني 150 ألف جنيه. أيوة يا جماعة زي ما سمعتوا الرقم ده صح، الكلام ده فعلا صح. الكلام ده أنا بقوله لكم في السنة اللي فاتت في 2024، احنا دلوقتي في 2025، يعني ممكن يكون عالي شوية كمان نوصل ل4 مليون مثلا ولا حاجة، ولسه احنا خلاص فاضل شهرين وهنخش فاضل شهر واحد هنخش على 26، يعني أكيد أصلا ال 150 دي بطلت يعني زمانها. أيوة دلوقتي 200، يعني أنا شفت واحد صاحبي على 150 ألف الذهب، دلوقتي تكون جابت لها حركة 200 وشوية يعني.
كل ده قلة عقل. الناس بعدت عن الدين وعن الفكر وعن المخ. الجواز بقي مهر وبقي ذهب، ومش بقى حاجات مبالغ رمزية. اشتري مثلا ذهب يا دوب الخاتم لا، بيشتروا بيتفشخروا، وهات سلاسل وهات محابس وهات ذهب وهات غويشة وهات ايه الكلام الفاضي ده. الذهب عشان تلبسيه في صباعك، وانا حلبس لي حاجة فضة حزازة اي حاجة. ايه هات ب 200,000 و 250,000 ذهب؟ ايه هي بيعة دي، واخدها رهان انا عشان لو طلقت اقل ياخدوا منك الفلوس. هو ايه ده يا جدع انت؟ قد جاءني خبر ونبأ إن بتوع المنصورة والشرقية بيشددوا برضو في الجواز، فأنا أطلب من الشباب اعتزلوهم، قاطعوا الزواج من مصر جميعا، لا تتجوزوا من صعيد ولا من بحري ولا من قبل ولا من شرقة ولا من سويس ولا من دمياط، تتجوزوش منهم خالص، اقسم بالله اعملوا مقاطعة. مين قال لك المنصورة ما اقدرش اقاطعها انا ولا الشرقية؟ بصراحة ملكات جمال دول اجمل ناس في الدنيا، ما اقدرش اقاطعهم يا شيخ. اقاطع اي حاجة منتجات، اي منتجات في الدنيا الا المنتج المنصورة والشرقية. انا ضد ده. بس ايوه صح يعني بيجي يشدوا، ايوه عاوزين عشاء وعاوزين عندهم حاجات زي الصعيد لازم عشاء وذهب كتير وادفع مهر وشقة ملك. يعني انا بص يا شيخ، انا هروح الغردقة في السياحة وهتلمي لي على حتة بنت روسية واتجوزها ببلاش، نروح على المأذون نكتب وخلاص بتجوزنا، حتى فرح مش عايزة. خلي العرب دول لما يفوقوا من غفلتهم بعد كده بقى نتجوزهم. انت تروح تخطبها على طول بنتي واخده كليه، مدد يا ستي مدد، انت والكليه والطب والهندسه والشريعه وكل حاجه، بنتك تعرف تفتح بيها، تعرف تخبز، تعرف تقول حاضر ونعم لا. بس جاب والله عليه، اقسم بالله الشيخ ده بيقول الكلام المفيد. خلاص زمن الشهايد ده انتهى. بنتك بتعرف تطبخ، تكنس، تمسح، تغسل، تسمع الكلام، بتعرف تعملهم، اتجوزها. بنتك واخده كليه صيدله وما عندهاش الخمس حاجات دول، وحياة النعمه ما حبصلها. بلاش عازل، ركنيها على جنب، مش عاوزينها احنا يا سيدي. لا علاقه بين التعلم وبين فتح البيوت. تفتح بيت حاجه وتتعلم حاجه ثانيه. انا مالي انا واخده كليه ولا طب، هي تعرف تكون مره في البيت ولا لا؟ ده الفيصل. احنا دلوقتي لا، اللي واخده كليه لها مهر، واللي واخده مش عارف ايه لها مهر، واللي مش عارف فين لها مهر. ايه يا ابوي انتوا بدوا تشتروا؟ ودي ياخدنا الايه؟ ايوه صح. في المهر يا جدعان، اللي واخده دبلوم كذا واللي واخده مؤهل عالي كذا، ايوه بيحصل الكلام ده صح في الجوازات. ما انت رايح تشتري يا باشا، هو انت لما تروح تشتري موبايل ايفون غير لما تشتري لك موبايل نوكيا؟ وممكن يكون النوكيا ده اعلى من الايفون في الامكانيه في المواصفات وكده والامكانيات، بس هو اسمه الايفون اسم. ممكن يكون النوكيا اعلى منه في المواصفات والدهن بتاع والكاميرات والمعالج والكلام ده، وهيستحمل اكتر منه، بس الايفون اهو اسم بقى ايفون. ده الناس لما بيقولوا فلان معاه ايفون بيفتكروا ان هو ساري عربي. ايه والله العظيم، كل واحده ليها مهر. كانك رايح تشتري، اللي عارف لما بتروح سوق الجمعه بتلاقي الناس بيبيعوا الجاموس وبيبيعوا الغنم والحاجات دي، تلاقي جاموسه دي بسعر ودي بسعر زي كده في الجواز عندنا، اللي واخده كليه سعر ومعهد سعر والصنيع سعر. شغل ما انت بيع رايح تشتري. مع الطبيخيه تزعلوش مني، رساله للطبايخ، الناس الطبيخيه اللي في الدنيا بتوع لا الله لا. انت ليه بتزعج يا شيخ؟ ليه بتزعج يا شيخ؟ والله العظيم انا لو شفتك في خطبه وبتزعج كده، انا واحد طبيخ اهو، انا بقولها لك اهو، انا طبيخ. ولو شفتك بتزعج وبجيب سيره طبيخيه في اي مكان، ورب العزه الا انا وانت اقل بيك، ورب العزه حقل بيك. جي يا حبيبي يبقى جاي تكتر بالعريس وباهل العريس وتاكل وتشرب فوق راسي، تقعد كده في الفرح تسمع الوعظ وتسمع الارشاد وتسمع القران، لانك انت لو جابوا لك دي جي او جابوا لك اي مكان، جابوا لك اي حاجه من الحواجز الثانيه اللي هي لا ترضي الله دي، تقعد للفجر صح هنا، تقعد للفجر قدامهم ولا تزهق ولا تمشي. بالله لو ما تعشتنا تقعد برضه واحد الله، يبقى تقعد اللي قال الله وقال الرسول. دي الرساله الاولانيه. الامر الثاني واحد. لا
انا هقعد لحد ما اتعشى واتعشى واخد بعضي واتوكل على الله. انت مالك انت يا شيخ تقعدني على بالعافيه؟ انا طبايخي يعني ايه الطبايخي ده؟ البني ادم الجعان يلاقي فرح في عشاء يروح عشان يتعشى بس، يلاقي في مناسبه فيها اكل يروح ياكل يروح يشرب بس، حتى لو مش حد دعيه يسمع بس ان في عشاء هناك يروح. انا كده تقول لي اقعد لذاكر ولا الفرح لاخره ولا الكلام ده؟ والله هتعشى وامشي. انا طبايخاهو بقول لك انا، ولو سمعتك تاني بزعق يا شيخ مش هيحصل كويس. جماعة حرامية الفول تقول لا جل وعلا تعشم لك في قرنين نقوله ماشي، بس ما تروحش تجني شكرتين يا اخي، عيب عليك اتق الله، حرام والله حرام. سيدنا النبي بيقول عود من اراك، يعني سواك ب10 جنيه خدت ظلم ربنا يحاسبك عليه، فما بالك يا عم الحاج واحد يروح يقول عشمان يا شيخ اسلام عشمان في قرنين، وهو اقسم بالله يروح يعبي شكاره دقيق شكاره رده، يا عم ظلم حرام، ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. يا شيخ ده ليه بحسك بتتكلم في مواضيع تافهه؟ بتتكلم في الفول والمهر والجوازات، وليه بتتكلم كده انت بعصبيه وتشوح وبتاع كانك داخل نزال عركه؟ ليه ما تتكلمش بالراحه؟ الناس تقول عليك شيخ واعي مثقف وتتكلم كلام مفهوم وعاقل. لا يا جماعه ما ينفعش المهر الكتير، لازم تيسروا على الشباب. الجواز صعب، تعالوا نحسبها مع بعض. الشاب عايز 150,000 مهر و150,000 شبكه دهب ونص مليون جنيه مثلا شقه ولا بتاع، يعني مصاريف كتير. يعني تتكلم هو زي كده، ليه عمال بتشوح وتسرنك وتعمل؟ وانت بتقول حرامية الفول. ايه حرامية الفول؟ انا مش فاهم. يعني ايه مثلا واحد زارع فول فيروح ياخد واحد ياخد له شويه يعبيهم في كيس وياخدهم من غير ما يستاذن من صاحب الارض؟ طب انا لو شفت ارض فيها زرع من غير ما مستاذن من صاحب الارض وربنا لاخد الارض كلها يا شيخ، ما طبيعي، ما دي حاجه ما لهاش صاحب قدامي، والمال السايب بيعلم السرقه يا شيخ. انت بتقول ايه؟ عشان العريس ما يتعبش نفسيا، من اراد ان يتزوج فليتزوج من المنصوره والشرقيه. تزوجوا من بحر يا راجل يفتحوا النفس يا راجل، واحد وصلى على سيدك. والله اللي عاوز يتهنى يتجوز من بحري. ما انت لسه من شويه كنت بتقول ما حدش يتجوز خالص، وقاطعوا الجواز كانه كنتاكي كانه ماكدونالدز. ايه في يا شيخ؟ دلوقتي تقول اهو ارجع تاني اتجوز من المنصوره والشرقيه. تبين عليك انت شيخ مش مظبوط، وضعك مش تمام، انا مش مرتاح لك بصراحه. اقسم بالله يتجوز من بحر ويريح دماغك. ما انت خلي بالك، انا مش ضد انك انت تتزوج من الصعيد يا حبيب لا، انت هتعسر عليا، هنسيب لك بناتك بقى. خليلهم بنتك يا حبيبي، خليلها كده واعملها طرش بقى، ما عاوزينهاش احنا. تعال نسيبك ونمشي. واي شاب يتزوج بالتعسير هو اسف، هو اللي جاب لنفسه مش تكليف. ما في المنصوره والشرقيه يا شيخ انت رحت اتجوزت من هناك؟ يعني انت رحت هناك وشفت خطبت هناك؟ انت ما بتطلعش بره سوهاج، انت من سوهاج وما بتطلعش خطبك بره سوهاج، انت ما بتروحش اي مكان تاني غير سوهاج، حد يجي بيجيبك. انت رحت المنصوره والشرقيه، ما هو هناك يا باشا ده بيطلب عشاء لازم تذبح عجل ب100,000 ومهر 100,000 ولا 50,000 او 150,000 زي كده في الحدود دي، وشبكه 250,000 وشقه لازم ملك. انت تتكلم فيه يا شيخ انت صح؟ انت ما كلها الدنيا غاليه، هو هنا ببلاش. حقش في بحري في اسكندريه وفي القاهره وفي البلاد دي اللي بيقولوا احنا بنشتري الراجل في اقساط الكلمه دي بيستغنوا عن المهر والذهب، لكن لازم شقه، وما يقولوا لك كمان لازم عربيه كمان لان عندهم هناك المواصلات حاجه صعبه. اللي مجاولين اللي بياكلوا عرق الناس، اصحاب المعدات اللي بياكلوا عرق الناس، اتقوا الله وادوا السواقين حقوقهم، اتقوا الله. واحد وصلي على سيدك يا ابو ادي بس عليا واحد اللي مجاولين. تدي نصايح انت في المكان الغلط. ليه انت نصايحك كلها كده؟ انت مالك ومال المجاولين والجزارين والعمد والجواز؟ دايما جواز 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 جواز. غير غير غير، مش كده. انت مش انسان. ايه المجاولين وبتاع روح اتكلم في الدين، اتناقش في، خلي الناس تتهادى، تصلي، تصوم، تزكي، تبعد عن الحرام، تبعد عن المشاكل، شوف المشاكل في مجتمعنا وانصح الناس بيها. انت بتتكلم عن المجاولين والمدرسين والاطباء والمهندسين، انت ايه المواضيع دي؟ المجاولين مش بيدوا السواقين حقهم. انا لو سواق ومحمل حاجه على العربيه بتاعتي ومحدش اداني فلوسي حرميها في البحر، وش كده.
المدرسين، رسالة كده، أي مدرس ما يشرحش في المدرسة زي ما بيشرح في الدرس الخصوصي مال حرام وسحت ظلم. كلهم بيشرحوا في الدروس حاجة وفي المدرسة حاجة، ما فيش شرح أصلا في المدرسة. هو بيروح أصلا المدرسة عشان يخلص وقت، يخلص ساعات عمل وبس، كلنا عارفين كده. وده أحيانا كمان الطالب اللي مش واخد درس عنده بيسقطوا في الامتحان حتى لو نجح ب100%. يا شيخ الناس دي ما عندهاش ضمير بيصحى يا شيخ، والله العظيم ما عندهمش ضمير أبدا. من أبو واحد، أي مدرس يدي دروس خصوصية وما يشرحش في المعهد في المدرسة زي ما بيشرح في الدرس الخصوصي مال حرام وظلم. بس ما انت ما تقنعنيش، ما هو الطالب اللي قاعد قدامك في المدرسة هو اللي في الدرس يعني. لا مش هو لا واحد تاني يا شيخ، مع اختلاف الماديات. هناك اللي في المدرسة بيروح ما بيدفعش فلوس، اما اللي بيروح الدرس بيدفع له 100 جنيه كل شهر، فاكرين نفسهم حيطلعوا احمد زويل ومجدي يعقوب. هو في الدرس بينزل عليه الامين جبريل بالوحي. ايه الفرق؟ مفيش حاجه ابدا. واحد لا يا ابوي ظلم حرام. تلاقي المدرسين شغالين دروس خصوصيه من شهر 7 يكون المناهج اصلا ما نزلتش، انتوا شغالين في اي مناهج انتوا؟ دي من الصور المنتشره. اخر حاجه طلاب الجامعات بالامانه يعني ايوه بيبداوا بدري، يعني قبل الدراسه بشهر هم يبداوا يقولوا قال عشان ايه نلحق نخلص المنهج. يابا على المدرسين، هم مش عشان يلحقوا يخلصوا المنهج، عشان يكيشوا. يا بوي على الكيش اللي بيكيشوا المدرسين، دايرتنا المدرسين. الطالب الواحد كل شهر بيدفع 100 جنيه، يعني لو 10 طلاب 1000 جنيه كل شهر من مجموعة واحدة، ويمكن بيديله 10 مجموعات يعني 10,000 جنيه كل شهر، غير ان هو اصلا مدرس وموظف بيقبض 7200 الحد الادنى للاجور، ده لو حد ادنى. ده يا ريتني كنت مدرس انا، يا تاكل ابوك على الفلوس اللي هعملها.